السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواتي وحبايبي في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم، قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. احنا كنا شرحنا في الحلقة السابقة المادة 30 من قانون ضريبة الدخل اللي هو 91 لسنة 2005، واللي كانت بتتكلم عن الأشخاص المرتبطة وسعر المحايد. مهم جدا ان انتوا تشوفوا المواد ديت وتتابعوا معايا مادة مادة، لان المواد دايما بتكون متابعة لبعض، فنصيحتي ليكم ان انتوا تكملوا المواد دي اول باول. النهارده ان شاء الله هنشرح المادة رقم 31 من قانون الضرائب اللي هو 91 لسنة 2005، واللي بتتكلم عن الإعفاءات الضريبية وإيه هي الأنشطة المعفاة من قانون الدخل، وهل هي مرتبطة بمدة أو لأ. ودي اللي هنبدأ معانا في المادة زي ما قلنا 31، واللي بتتكلم عن الإعفاءات الضريبية. رقم واحد معانا أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، وده لمدة 10 سنين، وده اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط. وطبعا هنا في نصيحة بقولها لحضراتكم، ان انت لما تيجي تأسس الشركة أسسها في هيئة الاستثمار تبع قانون 72، لأن ده هيساعد حضرتك انك تقدر تستورد مواد الإنتاج بتاعتك عن طريق او كمان الأصول بتاعتك اللي انت بتاخدها واللي هتشتغل بيها في استصلاح واستصلاح الأراضي، بس بشرط مهم جدا انك فعلا يكون عندك أرض وأثبتت بدء مزاولة النشاط وبقى عندك سند ملكية للأرض أو إيجارها، وكمان عشان تقدر تحصل الأموال الخاصة بيها. وكمان بعد التأسيس لما تيجي تجدد البطاقة الضريبية بتاعتك هيطلب منك سند الملكية للأرض المستصلحة، لأن ده نشاط رئيسي، والنشاط الرئيسي استصلاح الأراضي. عشان تجدد البطاقة الضريبية أنت لما تيجي تأسس بتاخد البطاقة الضريبية بتاعتك لمدة سنة واحدة بس. ولما تيجي تجدد البطاقة الضريبية في ضرايب الاستثمار، لأن احنا بنتكلم على قانون 72، هيجي يقول لك فين سند الملكية للأرض المستصلحة اللي انت خدتها، سواء ملكية أو حتى إيجار. فمهم جدا ان انت يكون معاك سند الملكية دوت عشان تقدر على أساسه ان انت تجدد البطاقة الضريبية بتاعتك. رقم اتنين معانا في الإعفاءات هو أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وده لمدة 10 سنين من تاريخ بدء مزاولة النشاط. عشان نقدر نفهم الموضوع ده أكتر هنرجع للمادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون. قالك إيه في موضوع الإعفاءات؟ إن الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها وما تنتجه هذه المواشي من ألبان، بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة. فخدوا بالكم من الجزئية دي بشكل مهم جدا، إن يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة على المشروع لمدة 10 سنين من تاريخ بداية النشاط. مهم جدا من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكتر، مملوك أو مستقر. ويقتصر الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد فقط. يعني هو بيزول حاجة غير نشاط الصيد يبقى هو مش معفي، ومطلوب منه ان هو يدفع الضريبة على الجزء الغير معفي اللي هو بيشتغل عليه. يعني مثلا مطعم لبيع الأسماك المقلية والمشوية ده خرج بره الإعفاء أصلا، والاقتصار هنا على بيع الأسماك فقط من مراكب الصيد. طيب، يقصد ايه ببداية النشاط؟ بداية النشاط اللي هو تاريخ استخراج البطاقة الضريبية، وبيكون فيها بند بداية النشاط عشان تعرف المدة قد ايه اللي باقية ليك، وبتكون متابعتها مع العلم ان ده لا يعفي من تقديم الاقرار. وده حاجة مهمة جدا، ان انت محتاج تقدم الاقرار الضريبي السنوي بتاعك. ولو انت ملزم باقرار المرتبات مطالب ان انت تقدم اقرارات المرتبات. وكنا قبل كده اتكلمنا في قانون الاجراءات الضريبية عن العقوبات اللي عدم تقديم الاقرار. فمهم جدا ان الاقرار بتاعك حتى لو انت معفي، حتى لو انت لا شيء، لازم تقدم الاقرار بتاعك بشكل دوري في مواعيده القانونية. طيب، حتى زي ما قلنا نفس الإعفاء ده بيكون لبند تربية النحل، ودي معفاة لمدة 10 سنين من تاريخ بداية مزاولة النشاط. يبقى البند بيشتمل على أكتر من بند. إيه هما؟ رقم واحد منشآت الإنتاج الداجني، ومنشآت تربية النحل، وحظائر وتربية وتسمين المواشي، ومشروعات ومصايد ومزارع الأسماك، ومشروع مراكب الصيد. كل الحاجات دي معفاة تبع البند اللي احنا اتكلمنا عليه لمدة 10 سنوات من تاريخ بداية النشاط. ودي زي ما قلنا قبل كده هتلاقيها في البطاقة الضريبية اللي بتطلع لك
للنشاط بتاعك. مهم جدا ان انت لو في جزء معفي وجزء مش معفي، مطالب بتقديم الضرائب على الجزء الغير معفي بتاعك، ومطالب بتقديم الاقرارات بتاعتك في مواعيدها القانونية. مهم جدا الجزئية دي وبنأكد عليها اكتر من مرة. عندنا البند 3 و4 من القانون تم الغائهم، والبند رقم 5 معانا اللي هو العوائد التي يحصل عليها الاشخاص الطبيعيين عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع اللي بيصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع اللي بيصدرها البنك المركزي. ودي أعتقد موضوع واضح، اللي هو الحسابات الشخصية بتاعتك دي معلهاش ضرايب، وحسابات التوفير والادخار والإيداع كل ده معلهوش ضريبة، ومعفي من الضريبة على الدخل اللي هو 91 لسنة 2005. عندنا البند السادس معانا في الإعفاءات. الأرباح اللي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50,000 جنيه، وده لمدة 5 سنوات فقط ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، وبحسب الأحوال، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة. يعني أنت لو هتتحاسب بشكل تقديري وقلت هتحاسب بشكل تقديري، خرجت بره جزئية الإعفاء. فمهم جدا إن يكون عندك اليومية والجرد مؤيدين عشان تقدر تقدمه، وعشان تقدم ميزانيات بتاعتك، وتكون منتظم في التقديم بتاعك عشان تقدر تحصل على الإعفاء بتاعك. وضع المشرع شروط للحصول على رقم 1 معانا أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقا لتاريخ الحصول على تمويل. ده مهم جدا أن يكون لاحق أو بعد الحصول على التمويل. رقم 2 أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط لا غير. رقم 3 أن يتخذ المشروع شكل منشأة فردية، أي شكل آخر خرج بره جزئية الإعفاء. رقم 4 معانا إمساك دفاتر وحسابات منتظمة تتفق مع طبيعة النشاط اللي احنا مسكنا عليه الحسابات واللي خد على أساسه التمويل من الصندوق الاجتماعي. وزي ما قلنا قبل كده بتكون مدة الإعفاء الضريبي 5 سنوات بتبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، وبحسب الأحوال. ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه، وكمان بيتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع. وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي حدود نسبة تمويل إلى رأس المال المستثمر. وطبعا هيكون ده وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق، واللي تم على أساسها بناء أو منح التمويل. وخد بالك من الجزئية ديت، انت قدمت الأوراق وقدمت دراسات الجدوى وقدمت الميزانيات أو بنقول الموازنات عشان احنا لسه ما اشتغلناش، اللي بتاخد على أساسها التمويل. فانت خدت على أساس تمويل وبدأت مزاولة النشاط في الجزئية ديت. فمهم جدا ان انت تكون نفس النشاط ونفس الشغل اللي انت أسست عليه واللي انت اشتغلت على أساسه في التمويل بتاعك. فما تجيش تغير النشاط بتاعك وتيجي تقول ان انا دلوقتي انا لسه في فترة الاعفاء. لا، ده انت كده خرجت بره الاعفاء بتاعتك. مهم جدا ان احنا نقول بما لا يجاوز الاعفاء بتاعنا 50% من الربح السنوي او 50,000 ايهما اقل. ويقصد هنا برأس المال المستثمر اللي هو مجموع صافي الأصول الثابتة مضاف إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة، ودي اللي يعرفها أكتر المحاسبين عشان المتمرسين في الجزئية دي. طيب، بيقصد هنا كمان برأس المال المستثمر إجمالي الاستثمار بالنسبة لغير المحاسبين. يعني لما تطلع الميزانية الخاصة بالمنشأة هتلاقي جملة إجمالي الاستثمار أو رأس المال المستثمر في الميزانية العمومية اللي بيطلعها مكتب المحاسبة، هي دي جزئية إجمالي الاستثمار اللي بنتكلم عليها واللي مقصودة في القانون. هنضيف معانا بقى جزئية جديدة من الإعفاءات عشان تكون الحلقة مكتملة وبتتكلم عن الإعفاءات بشكل كامل في قانون ضريبة الدخل اللي هو 91 لسنة 2005، وهي الإعفاءات الخاصة من الإيرادات الغير تجارية أو المهنية، وده في المادة رقم 36 من القانون. وهنبقى نرجع نشرح بالتسلسل الطبيعي للقانون
بس قلنا بما اننا ان احنا بنتكلم على الاعفاءات يبقى نضيف معانا الجزء ده عشان يكون الموضوع واحد. هنيجي للمادة 36 من القانون اللي بتقول رقم واحد، ودي تم إلغائها وكانت خاصة بالمنشآت التعليمية. وكمان البند التاني معانا اللي هو بند إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية. الجزئية ديت اللي هي الجزئية دي تم إعفائها، اللي هي الإيرادات من تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية أو العلمية أو الثقافية أو الأدبية. بس بالنسبة للترجمة الفورية فدي بتخرج بره جزئية الإعفاءات طبقا للتعليمات التنفيذية من قبل مصلحة الضرائب، واللي قالت إن هي بتقضي بعدم سريان الإعفاء الخاص بأرباح التأليف والترجمة على الترجمة الفورية، لأنها بتكون لا بس خدوا بالكم في حاجة، موضوع الترجمة الفورية دي خارجه بره الاعفاء الا اجزاء معينه من الترجمه الفوريه. زي ايه؟ زي الترجمه الفوريه في المؤتمرات، الاحتفالات او اللجان، بتبقى ترجمه فوريه مباشره وليست ترجمه كتب ومقالات. انما لو ترجمه فوريه للكتب والمقالات هو خرج بره جزئيه الاعفاء. البند الثالث معانا هو ايرادات اعضاء هيئه التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم من مؤلفاتهم ومصنفاتهم اللي بتطبع اصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والاسعار. خدوا بالكم من الجزئيه مهمه جدا دي اللي اتضعها الجامعات والمعاهد، وجت اللائحه التنفيذيه اكدت على شرط الالتزام بالنظم والاسعار اللي بتضعها الجامعات والمعاهد، وفي حال الاخلال بالشرط ده يخضع الايراد ده للضريبه. يعني لو المؤلف اللي هو الدكتور خرج بره الرقم اللي حطاه نظام الجامعات في الكتب بتاعته يبقى خرج بره الجزئيه دي ويخضع للضريبه على الدخل. البند الرابع معانا اللي هو إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر. يعني هنا إيرادات أعضاء فنانين التشكيليين هنا معفية من الضريبة اللي هو 91 لسنة 2005 الفنانين التشكيليين فقط لا غير. وهو هنا أكد على الجزئية دي إن هي خاصة بالفنانين التشكيليين فقط، وده البند الرابع معانا. البند الخامس معانا اللي هم صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وده لمدة 3 سنين من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50,000 جنيه، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر اللي احنا اتكلمنا عليها، مضاف إليه مدة التمرين اللي بتتطلبها قانون مزاولة المهن، وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط، إلا إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهن. وبتخفض المدة الإعفاء دوت إلى 1 سنة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان مضى على تخرجه أكتر من 15 سنة. يعني احنا هنا عندنا جزئيتين، لو هو أقل من 15 سنة ليه 3 سنين إعفاء بحد أقصى 50,000 جنيه سنويا. طيب لو هو تعدى 15 سنة من تاريخ تخرجه يبقى ليه 1 سنة فقط لا غير هي اللي معفية، وبحد أقصى برضو 50,000 جنيه. وفي المادة 47 من اللائحة التنفيذية قالت إذا تجاوز صافي الإيراد الحد الأقصى للإعفاء في أي سنة من سنوات الإعفاء يلتزم المورد بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار الضريبي للسنة المتعلقة بالإعفاء. يعني أنا دلوقتي أنا كسبت أكتر من 50,000 جنيه، لو عديت الحد الأقصى ده ملزم بتقديم الضريبة على الحد الأقصى اللي هو الأكتر من 50,000 جنيه زي ما قلنا لحضراتكم. طيب زي ما قلنا أو بنأكد قبل كده إن أنا دلوقتي في عندي جزئيتين. أول حاجة إن أنا ما تعدتش ال 15 سنة من تاريخ تخرجي، يبقى أنا ليا 3 سنين إعفاء وليا 50,000 جنيه. تعديت ال 50,000 جنيه أدفع فوق ال 50,000 جنيه الضريبة بتاعتي. طيب لو أنا عديت 15 سنة من تاريخ من تاريخ التخرج يبقى أنا ليا 1 سنة بس إعفاء وبحد أقصى برضو 50,000 جنيه، ولو تجاوزت ال 50,000 جنيه يبقى أدفع اللي عليا. طيب بكده احنا اتكلمنا عن اغلب مواضيع الاعفاءات اللي كانت في قانون الضريبه 91 لسنه 2005، وان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله
هنقدم الجزئية الخاصة بقى ببقية التسلسل اللي احنا اشتغلنا عليه على المواد بتاعتنا. واتمنى ان شاء الله لو في اي سؤال انا موجود معاكم اول باول، ولو في اي حاجة هتلاقوني معاكم ان شاء الله، ودايما ارقام تليفوناتي موجودة لحضراتكم، وان شاء الله يكون في استفادة. ولو في استفادة لا تنسونا من صالح دعائكم. كان معكم المحاسب القانوني محمد صفوت من قناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري. السلام عليكم.